السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كشري المحلات بكل تكاته، بالدقة بتاعته والحاجات الجميلة بتاعته. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة، عبارة عن هنجيب راس توم متوسطة، وكوباية شعرية، وليمونتين، ونص كيلو مكرونة، سباكيت، ربع سباكيت، وربع من الصغيرة خالص، تبقى زي كشري المحلات بالظبط. صلصة طماطم اللي احنا عاملينها مع بعض، وحمص عندي مسلوق جاهز، وتوابل بابريكا وكمون وكزبرة. ربع كيلو عدس نقعته ساعتين او ساعة حسب ما تنقعيه، وبعد كده غليته غلوتين وصفيته. وثلاث بصلات، وكوبايتين وربع رز، حوالي نص كيلو رز تقريبا. وطبق مغسول وجاهز ان احنا نعمله على طول. اول حاجة هنحط الزيت عشان نحمر البصل، كمية معقولة حوالي نص كوباية او اكتر شوية صغيرة يعني. وهنحمر البصل ونطلعه على ورق مناديل مطبخ عشان يشرب الزيت منه ويبقى مقرمش. وهنحط دي واحنا ربع معلقة دقيق، ومعلقة ملح. هناخد نفس الزيت اللي حمرنا فيه وهنحمر فيه الشعرية عشان ما نهدرهوش، والجزء الباقي هنحمر فيه، هنعمل فيه الصلصة. هنحمر الشعرية زي ما كنا بنعمل الرز. دي اسهل طريقة لعمل الكشري، احسن ما نعمل كل حاجة لوحدها. الرز مع العدس بيبقى بيدي طعم حلو، وفي نفس الوقت بيبقى في حلة واحدة وبيسهل عليك الشغل بتاعك. هتحطي كوبايتين وربع رز اللي هما، ونكون نفس اكنك بتعملي الرز بالظبط، رز بشعريه. وهتقعدي تقلبي فيه عشان يتفلفل، ونكون بنغلي ميه عشان هنضيف الميه بعد كده. واحنا بنقلبه وندعي الدعاء: اللهم اطب بنا وبعبدك في غزه، وبعبدك في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر قضاء يا رب العالمين. بعد كده الرز هيتفلفل كويس كده، وبعد كده هنضيف له العدس اللي احنا مصفيينه. ممكن تحطي ربع كيلو كله، اللي هي حوالي ربع كيلو عدس بجبه. او ممكن تحطي تقللي الكميه شويه حسب رغبتك انت. بالنسبه للبنات العرايس الجداد هيعملوا نص الكميه او اقل شويه، ما يعملوش الكميه دي، لان دي الكميه دي تكفي من 5 ل6 افراد. بعد كده احنا زي ما اتفقنا هنغلي الميه، عشان الرز بتاعنا لما تحط له ميه سخنه بيطلع مفلفل وبيطلع كويس. وهنحط نص معلقه ملح وربع كمون. كمون ده اختياري عشان هنحط الكمون في الصلصه وهنحطه في الدقه. والملح ده بردك مش هنكتر الملح، عشان الملح هنحطه في حاجات تانية، هنحطه في الصلصة، هنحطه في الدقة، فيتحطوا كلهم في طبق واحد في الاخر. ما يكونش الملح كتير، ويكون ايه، يكون طعمه معقول. وبعد هنقلب كويس ويتفلفلوا كويس مع بعض. هنغطي بالمية، كل كوباية رز عليها كوباية مية. فالكمية دي هتاخد حوالي 3/4، 3 كوبايات الا ربع مية، عشان نعمل حساب كمان الايه، الشعرية. وهنغطيها لحد ما الرز يتشرب تمام. وبعد كده هنوطي عليه ونسيبه بقى يتفلفل ايه على براحته على نار هاديه. تمام كده اتشرب، هنسيبه بقى يتفلفل على نار هاديه. هنجيب بقى كميه الزيت اللي عندنا اللي فضلت من البصل، وهنحمر فيها نص راس توم، والنص التاني هنعمل ايه قلنا بيه الدقه. ماشي، هنحط اهو، هنحمره ويكون معانا الخل. تمام، اول ما يتحمر يبقى لونه ذهبي، هنحط حوالي ربع كوبايه خل اهو الازازه، ويكون على الازازه زي ما اتفقنا يكون عليها مكتوب عليها خل طبيعي، يعني من البلح او من العنب او من التفاح، المهم خل طبيعي. ماشي، هنحط التوابل اللي هي الكزبره والكمون والبابريكا، ربع ايه، نص معلقه من كل حاجه، ونسيبهم كده. هتلاقي ريحتهم بسم الله ما شاء الله، ريحتهم تحفه يعني، ريحتها ماليه المكان كده وريحتهم. بس يا حبايبي هنكمل اهو زي ما اتفقنا. هنحط ربع معلقه كمون، وربع معلقه كزبره، ربع معلقه بابريكا، ونسيب بقى الخل مع الثوم مع التوابل كده مع بعض يغلوا غلوتين. هتلاقي الريحه ما شاء الله فايحه، وريحته روعه روعه، تحفه بصراحه، ريحتها جميله جدا. وبعد كده نحط الصلصه، حوالي بوله مليان صلصه من الصلصه اللي عملتها معاكم. لو انت مش عايزه ما عملتيش صلصه او ما عندكيش صلصه، بتعملي حوالي كيلو طماطم او كيلو الا ربع طماطم، تضربيه في الخلاط وتسبكيه، تسيبيه يتسبك معاها. لكن انا لو انا عندي الطماطم دي جاهزه اللي انا عاملاها، بحط بقى ميه سخنه على طول. زي ما اتفقنا الميه السخنه تبقى معانا واحنا بنعمل الاكل، عشان ايه، تنجز، وبعدين الاكل بيبقى ايه، بيبقى افضل يعني اهو. وهنحط برضك ما نكترش التوابل في الكشري في اي حاجه بنعملها، عشان كل الحاجات اللي بنعملها تتحط في طبق واحد في الاخر. فهنحط هنا حوالي نص معلقه ملح، وبرضك الملح ده حسب مزاجك، تقللي تزودي بمزاجك انت. وهتسيبيه، ايوه، وبعد كده هتسيبيه بقى ايه، يتسبك مع بعض.
خلاص يبقى الصلصه. بعد كده هنضيف له بصل، ده اختياري، هو هنزود الصلصه شويه عشان حسيت الكميه مش مناسبه بالنسبه لي. بعد كده الصلصه دي انا بضيف لها شويه بصل من اللي احنا محمرينه. دي اختياري، انا بحبها كده، بتعلي التست في الكشري، انا بحبها كده. لكن اللي بيحب تومه بس مش هيحط البصل دوت، هيكتفي بالثوم اللي احنا محمرينه بس. وده الثوم ده بندقه عشان نعمل الدقه بتاعه الايه الكشري، اللي هي عباره عن كمون ونص كوبايه خل وليمونتين وربع معلقه ملح، وخدنا كبشه صلصه وحطيناها معلقه شطه عشان اللي بيعوز يزود شطه. ما نحطش على الصلصه كلها، الناس بتاكل شطه وناس ما بتاكلش. بصي اهو الكشري بتاعنا كده خلص تمام ما شاء الله. وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر الغذائيه. والطبق دلوقتي حدث ولا حرج بالشيء الفلاني، بيتباع بره يعني طبق صغير، يعني طبق زي دوت اعتقد ان هو يعني معدي حسب المحل برضه. هتحطي بقى الرز والمكرونه حسب اللي انت بتحبي، يعني في عندي ناس بيحبوا مكرونه كتير زي المحلات، انهم بيزودوا المكرونه، مش مكرونه بتبقى نافشه وكده. وانا بحب احط نص رز ونص مكرونه، في دي اختياري بقى حسب ما انت بتحبي الحاجه. بتغرفيها وبتحطيها اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك. كميه طالعه حلوه وتكفي عيله يعني كويسه مكونه من 6 افراد يعني دي. بسم الله ما شاء الله. آه ما شاء الله اللي هو اكبر يعني. هنحط بقى بعد كده، حطينا المكرونه زي ما اتفقنا، هنحط الدقه بتاعت الكمون والليمون والثوم ونص كوبايه خل وليمونتين زي ما قلنا. ودي تعمليها في الكبه، تعمليها في الهون اللي يعجبك. ودي الشطه بقى، دي اللي بيحب الشطه تزودي، النقص ما تحطيش شطه خالص، دي براحتك. وهتحطي الصلصه طبعا زي ما قلنا ان احنا سالقين الحمص. انا بسلقه واحطه في الفريزر، انا بحب استخدم الحمص قيمته الغذائيه عاليه، بحب استخدمه في حاجات كتير. تمام. وهتحطي بقى الحمص، تحطي البصل كده وتزوقي بقى زي ما انت عايزه، او بيقولوا عليه الورد. وهتحطي الحمص بقى، تحطي كده من الجناب، تحطي من فوق اللي يعجبك خالص، دي حاجه بتاعتك انت. يا رب يكون الكشري عجبكم، وما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكم كل جديد. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.